بعيدا عن مفردات الطائفية والقومية وغيرها من المصطلحات التي تهدف إلى إحداث شرخ في المجتمع، حيث ابتكرت مجموعة من الشباب العراقيين موقعا للتواصل الاجتماعي شبيها بفيسبوك وتويتر يعمل على رص الصفوف لمواجهة التحديات. نيبرو أول موقع للتواصل الاجتماعي عربي بنكهة عراقية خالصة من إنشاء مبرمجين عراقيين شباب ابتكروا هذا المشروع الذي يضاهي الفيسبوك أو تويتر أو المواقع العالمية الأخرى. مضامينه تدعو لنبذ جميع أشكال الطائفية، فهو مشروع سلمي بحت يهدف لتهذيب الإنسان وتقويمه، فلا يقبل كلمة طائفية أو أي قومية أخرى بعد نشرها تكون مشفرة بهيئة نجوم. اكو اشخاص تساعدنا بهذا الموضوع من خلال بعض اراء الناس انه هذا الميزة حلوة او هذه الميزة ما حلوة في الموقع، ضيفوا هاي الميزة او احذفوا هذه الميزة وتحصل يطلع هاي بالحلة هاي. يعني نقدر نقول انه هذا الموقع بنكهة عراقية؟ نقدر نقول بنكهة عراقية ويضاهي الفيسبوك ان شاء الله نحو العالمية. نعم. متجه. هو موقع راقي وما بيه طائفية. يعني نقدر نقول هو يعني احنا العراقيين محتاجين لهيك شيء، يعني اي شيء مسيء يعني سبه او كلمات، يعني لا هو واحد يريد يسب طائفة وهاي ما يطلع لك مشفر. علي يسكن بغداد أجرينا معه لقاء وعبر عن سروره بإنجازه الذي يعد هاما في بلده. أما سجاد الذي يسكن محافظة الديوانية تعذر وصوله إلى العاصمة بغداد، لكنه سجل مكالمة فيديوية وأرسلها من خلال النيبرو بهدف التعريف عن موقعه كونه مؤسسا له. موقع هو تأسس على نادي عراقي، ويعني ديره كل الموقع هو كادر عراقي، كادر عراقي وكادر عالمي، يعني فريق عمل متكامل من مطورين لتطوير الموقع. الحمد لله الشكر الموقع الآن يعني يتحدث آخر تحديث له وله مميزات كلش كبيرة. طبعا هو المشروع ضخم ويعني يضاهي شركات عالمية هذا المشروع، لكن احنا بجهودنا الذاتية استطعنا ان نمول هذا المشروع الضخم. ومن أهم مميزات هذا الموقع هو اعتماد الأشخاص بهويتهم الحقيقية ولا يقبل الأسماء المستعارة، إضافة إلى معرفة المبتدأ والماهر والمتوسط الخبرة في التطبيق. وستكون هناك محاسبة لأي شخص مسيء من خلال الإبلاغات، ويتم حذف حسابه إضافة إلى الحفاظ على خصوصية الرسائل وسريتها. هذه القدرات الذاتية توازي عمل شركات ضخمة مدعومة بأموال طائلة، لكن الدوافع لتصميم هذا الموقع أبلغ من المال، كونه يجنب العراقيين شر الكراهية والفرقة والطائفية. أمجد نهاد، العراقية نيوز، بغداد. مشاهدينا الكرام، ختام النشرة.